حكمة الحدود. أنا بكلم ولادي فأرجو الناس ما يصعبش عليها، احنا بنحتاج دايما نراجع ضمائرنا عشان احنا عاوزين نروح السما في الآخر. حكمة الحدود، من الحكمة انك تعرف تحط حدود في أي علاقة. لو مش عارف تشد خط يبقى أنت مش حكيم. الحكيم يعرف يحدد المسافة اللي يتعامل بها مع أي شخص. المسافة دي في الكلام، في العلاقة، في الوقت، في التصرف. المسافة دي لو ما حسبهاش صح هيضيع، هيتسرق، هيطب. حدود في الكلام، مش أي كلام يتقال لأي حد طبعا، مش أي لفظ يتقال لأي حد، مش أي مسج تتقال أو تتبعت لأي حد، ومش أي مسج تقبلها. في شخص لو بعت لك مسج تقفل عليه فورا، خلاص ما ينفعش انك ترد عليه اساس، واضح خلاص ان ده مستوى لا يليق. ولو جريته حتى بذوق يبقى انت فتحت الباب زي الحواء لما فتحت لحية. حدود في الوقت، ما ينفعش تقضي وقت طويل مع طرف ما تربطكش بيه علاقة مقدسة، زواج او صداقة راجل وراجل وست وست يعني في النور، او اب وابنه بجد. لكن الوقت الطويل طبعا بداية حرب. حدود في التعامل، ما تدخلش في تعاملات زيادة مع طرف يتعبك في اي لحظة، لان المية المسروقة حلوة، بعد شوية هتتعرض عليك المية المسروقة. حدود طبعا في اللبس، في التصرف، في كل شيء.